ازيكم يا احلى ناس؟ انا اسمي اسماء ورجعت لكم بحلقه جديده ومهمه جدا لاي اب او ام او حتى اي حد بيتعامل مع اطفال سواء في البيت او في المدرسه. النهارده نتكلم عن الكلمات. ايوه، هي مجرد كلمات، بس الكلمه ممكن تبني طفل وتخليه يكبر وهو واثق من نفسه ومبسوط من نفسه، ونفس الكلمه لو سلبيه او جارحه ممكن تهد الطفل وتكسره من جوه. في الحلقة دي هقول لكم على 5 جمل بلاش تقوليهم ابدا علشان بيؤذوا نفسية الطفل حتى لو قلتيهم من غير قصد، وفي المقابل 5 جمل تانيين لو بدأتي تدخليهم في كلامك هتلاقي فرق كبير جدا في طريقة تعامله وثقته بنفسه وحتى في سلوكه. اول جملة انت فاشل. الكلمة دي صعبة جدا على اي حد، فما بالك بطفل. حتى لو قالها الاب او الام في لحظة غضب، هي بتثبت جوه دماغ الطفل فكرة ان هو فاشل، وبيفضل يرددها جوه دماغه وبيوصل لمرحلة انه يكسل حتى ان هو يحاول ويقولك ما انا فاشل خلاص. الجملة رقم 2، انت دايما بتغلط. بصي، كل الاطفال بيغلطوا واحنا ككبار بنغلط برضه، لكن لما تقولي له كده كانك بتلغي كل الحاجات الحلوه اللي عملها صح وتركزي بس على الغلط. الطفل هيفكر طالما انا دايما بغلط ليه هحاول. الجمله رقم 3، شوف فلان احسن منك. المقارنة دي من أكتر الحاجات اللي بتوجع الطفل وبتخلي عنده غيرة أو إحباط. هو مش فلان أو مش لازم يكون شبهه. كل طفل وليه قدراته ومواهبه. لما تقارنيه بحد تاني كأنك بتقوليله أنت مش كفاية. الجملة رقم 4، مش عايز أسمع صوت. الجملة دي بتحسس الطفل إنه عيب وإن صوته مش مرغوب فيه، وده ممكن يخليه ينسحب ويسكت حتى لو كان متضايق أو محتاج يتكلم. الجملة رقم 5، كفاية فضحتنا. دي بتتقال ساعات لما الطفل يعمل حاجة في مكان عام، بس خلي بالك هو مش بيبقى قاصد يحرجك. هو الطفل طبيعي ان هو يغلط ويتصرف بعفوية. الجملة دي بقى بتسبب خجل كبير جدا وممكن تخليه يربط التعبير عن مشاعره بالإحراج. في المقابل في 5 جمل بتعزز ثقة الطفل بنفسه وبتقوي شخصيته، زي أنا فخورة بيك جدا حتى لو لسه ما نجحتش. الجملة دي فيها رسالة مهمة جدا جدا: أنا شايفاك ومقدرة مجهودك وبحبك حتى لو لسه ما جبتش نتيجة. ده بيخلي الطفل يحس بالأمان ويفهم إن قيمته مش متعلقة بالنتيجة. انت تقدر، بس محتاج وقت وتدريب. هنا انت بتفهميه ان الغلط مش عيب وان النجاح بيجي مع الوقت، وده بيخليه يكمل المحاولة وميستسلمش بسرعة، ودي مهارة مهمة جدا في الحياة. جملة رقم 3، انا معاك مش هسيبك. اكتر حاجة الطفل محتاج يحس بيها في الدنيا دي هي الامان، وان مهما غلط في حد جنبه مش هيسيب ايده، هيساعده ويحتويه، وده فرق كبير جدا عن العقاب واللوم. الجملة رقم 4، انت مميز بطريقتك. كل طفل ليه طريقة تفكير خاصة بيه واهتماماته وطباعه. لما تقوليله كده بتحفزيه ان هو يكتشف نفسه ويحب ذاته زي ما هي، مش زي ما الناس عاوزة. الجملة رقم 5، انا واثقة فيك. الجملة دي سحر. الجملة دي لوحدها بتدي الطفل دفعة جبارة. مجرد انك تقوليها له بصدق هيبدأ يصدق في نفسه هو كمان ويجازف ويتعلم ويواجه. طيب ازاي نغير طريقة كلامنا مع الأطفال؟ أحيانا بنقول حاجات في لحظة تعب أو عصبية، بس ده مش معناه إننا نكمل في نفس الطريق. في شوية خطوات بسيطة ممكن تساعدنا. خدي نفس عميق قبل ما تتكلمي. لما تبقي متضايقة خدي لحظة وفكري قبل ما تتكلمي. الكلمة اللي بتقوليها في 3 ثواني ممكن تفضل في قلب ابنك سنين. تاني حاجة، ركزي على التصرف مش على الطفل. يعني بدل ما تقوليله انت كداب قوليله التصرف ده غلط وعايزين نكون صادقين. الفرق كبير وبيحافظ على صورته لنفسه. اعتذري لو غلطتي. الطفل بيتعلم الاعتذار لما يشوفك بتعتذري، مش ضعف، ده قوة. امدحي المجهود مش النتيجة. قوليله انا شايفة قد ايه انت حاولت وده شيء يفرحني. مش لازم دايما يكون الاول عشان تمدحيه. في الاخر عايزة اقولك ان ابنك محتاج يسمع منك كلمات تطمنه وتشجعه وتدعمه. الكلمة ممكن تكون حضن ودفء وتشجيع، وممكن تكون جرح بيقعد في القلب. خليكي دايما مصدر الامان والصوت اللي بيرفعه. لو عجبك المحتوى اعملي لايك وسبسكرايب وسيبيلي رأيك في الكومنتات. ايه اكتر جملة حسيتي ان هي اثرت في ابنك، وايه الجملة اللي نفسك تبطليها. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. مع السلامة.